متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. لا حديث في المغرب اليوم إلا عن جدلية ممارسة حق الإضراب التي أشعلت فتيل الاحتقان مجددا بين الحكومة والنقابات بعدما تم تقييد ممارسة هذا الحق، الأمر الذي اعتبرته منظمات نقابية إجهازا على الحريات وتهديدا للاستقرار الاجتماعي والتماسك المؤسساتي. ويبدو هذه المرة أن التوافق بين النقابات والحكومة حول هذه الإشكالية لن يسير بنحو يسير، لا سيما وأن الشارع المغربي شهد في الآونة الأخيرة جملة من الإضرابات الفئوية التي هامت عدة مرافق حيوية كالتعليم والصحة وغيرها، والتي يرى مراقبون أنها باتت تمثل هاجسا حقيقيا لدى الأغلبية الحكومية. وفي سياق الرفض والتنديد، استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها تجريم وتقييد ممارسة حق الإضراب، مبرزة أن هذا الحق مكفول دستوريا ويعتبر وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية. ومن هذا المنطلق، نبهت المنظمة للتبعات الخطيرة لمشروع قانون الإضراب الجديد، مشيرة إلى أنه يرفض عقوبات تقييد العمال والعاملات تشل قدرتهم على مواجهة أوجه الظلم والاستغلال التي يتعرضون لها، بما في ذلك انتهاكات حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.